ميسي كان بيتدرب على اعاقة اللاعبين ازاي، كان بيتوقع ان هم ازاي هيعيقوه وازاي يتفادى الاعاقة دي. شوف امام ريال مدريد فقط، شوف حتى كاكا، حتى تشابي الونسو بيتجهز قبل اي مباراة لريال مدريد وبيتعامل معاهم كأنهم ناشئين بعد كده، وبيعدي منهم عادي بكل. شوف بيبي، شوف ادي بايور تقريبا ده ولا مين، راموس. شوف يا عمي مفيش حل الا كده. هو مش هو بيقول له يا ابن الحلال طب خليني اتفادى الاعاقه بتاعتك عشان لا تاخد كارت اصفر ولا احمر، وفي نفس الوقت انا مش عايز اللقطه الجميله ديت يعني، فاهم؟ مش عايزها تتوقف، انا عايز اعديك واتفاداك عشان في الاخر احنا نتكلم عنه كده. يو ودى مارسيلو كذا مره يا عيني. مارسيلو عانى معاه اكتر واحد اتظلم. مارسيلو اصلا من احسن اللعيبه في العالم، بس اللي ظلمه ان هو لعب مع قصاد ميسي يعني كتير، وقال ان هو كان هيبقى افضل من روبرتو كارلوس. واخد بالك؟ روبرتو كارلوس لو كان مكانه كان ما كناش هنقول ان هو من احسن لعيبه العالم اساسا. شوف يا رب لايك ومتابعه عشان يوصلكم.